مباراة الجولة الأولى هي مستقبل جابس والترجي الرياضي التونسي، وهنالك ضربة جزاء غير معلنة لفريق الترجي الرياضي التونسي. هذه مقابلة تلعبت من غير فار. كيف في الجولة الأولى هدف متسلل في مباراة الاتحاد المونستيري والملعب التونسي. فريق الاتحاد المونستيري عدل النتيجة بهدف متسلل في الدقيقة تقريبا 90. هذه الجولة الأولى عنا فيها زوز حالات. في الجولة الثانية مباراة النجم الساحلي والنادي الافريقي، هدف النادي الافريقي هدف متسلل، دونك استفاد النادي الافريقي في هذه العملية. شويه فحوى الاستماع، معناها علاش الاستماع هذايا في الفتره هذيا خلينا نقولوا من باش الجامعه تفهمنا التحكيم كيفاش قاعد. الترجي الرياضي التونسي تضرر مرتين واستفاد مرتين حسب ارقامك انت. النادي الافريقي تضرر مره واستفاد مرتين. وين وصلت المطالبات نتاعكم؟ خلينا نقولوا ديسكسيون فار في المباراه النادي الافريقي الاتحاد الرياضي المونستيري بين الحكم وحكم الفار. التوا لا عطاونا حتى شيء، لا مقابله صفاقس ولا مقابله المستير. ضربة جزاء النادي الافريقي في صفاقس مثلا، ما فماش ضربة جزاء. ثم الهدف هو ريت بلانتي الكلوب اللي تحب عليها هي عرفتها اللي للاسف انا نقول انه اليوم الافريقي ما مشاتش للديانه ولا تعذر عليها الذهاب للديانه، خاطر كان مشات للديانه بس يوريوا لهم بوضوح وبصفه جليه انه ما فماش ضربة جزاء الحقيقه، يعني ما فماش ضربة جزاء. وكان فما ضربة جزاء انا جبناها في الموفيولا وقلنا ضربة جزاء. هو باش نحكيو عليه هذا بعد شويه. دونك ما نعرفش اذا كان عندكم ملاحظات اسامه، ملاحظات حره. شوف حتى لو كان تجيب اجنبي توا تجيب كولينا ولا تجيب واحد من اكبر الحكام في اوروبا ويعمل لك العمل اللي قام به مشكور عليه خونا امين بارك الله ويعطيك احصائيات ما همش يصدقوه. اي في كل الحالات الادارات ولا الهيئات المديره ولا بعض المدربين ولا الكلهم توا عاملين الشماعه نتاعهم هي التحكيم. 5 حوارات تحكيم في تونس وواحد من سوريا يقول لك اجتمعوا انه هذا هدف صحيح. يطلع لك مسؤول في نادي لا ما نعطوش المستوى هذا. اما هو قال كلمه لك على لا هذاك مستوى اخر. الكلمه الباهيه اللي قالها هذا صاير ولا ما تتكلموش مع بعضكم. نقول لك انا تو صاير ولا مشكله تصير مره. لا عايش قاعد صاير 10 مرات تو. المره الاخرى راهو طلب باش يشوفوا لقطه الفان نتاع مستين نتاع النادي الافريقي تفدليكا، قلت لك تفدليكا كم مشاو ولا مش اليوم.